السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعمل النهاردة كيكة. نعمل الصوص الأول بتاع الشوكولاتة عشان يلحق يبرد. هنحط كوباية لبن على كوباية مية، معلقتين دقيق، ونقلب كده على نار هادية. هنحط بقى كده نص كوباية سكر ونص كوباية كاكاو خام يا جماعة من عند العطار. بص انا جايبة بصراحة، يعني لو قلتولها ب10 جنيه يبقوا حلوين قوي. مش شرط يعني لازم نص كوباية نص كوباية، عادي ممكن تقولها ب10 جنيه. تجيبي حتة شوكولاتة خام وظرف فانيليا، دي الشوكولاتة بتاعتنا، ومعلقتين زيت، معلقتين بالظبط كده او 3، وهندفع عليها بقى ونسيبها تبرد مع نفسها. كده خلصنا صوص الشوكولاتة. نرجع بقى للكيك. معانا 4 بيضات لو صغيرين، 3 لو كبار. معانا كوباية زيت، كوباية ونص سكر، كوبايتين 2 لبن، و2 ظرف فانيليا، ونص كوباية كاكاو خام. برضو بعادي لو جبت ب10 جنيه وحطيتها عادي برضو عند العطار او عند السوبر ماركت. نضربهم بقى. احنا نخلنا الدقيق وجاهز اهوت. هنجهز الصينيه بتاعتنا الاول بقعد زيت كده، ونرشي فيها شويه دقيق عشان ما تلزقش معانا في القعر. نفضل الخليط بقى زي ما انتم شايفين كده. بصي هو الخليط ده يحتاج زي نص كيلو دقيق، ماشي. نحط 2 ظرف بودر. بس بصي على حسب، ما تحطيش النص كيلو كله مره واحده، حطي بصي شويه بشويه كده، عشان في على حسب الكوبايه اللي انت حاطه بيها المقادير. ممكن تحتاج النص كيلو كله، ممكن تحتاج نص الا شويه، ممكن تحتاج اكتر من نص. فانت واحده واحده كده لحد ما تلاقي القوام معاكي تقل زي كده، ما هو ما انت شايفه كده. فضي بقى في الصينيه، نخبطها خبطتين كده عشان نفضي فقاقيع الهواء اللي فيها. اهو بنختبرها اهو. هنحطها على درجة حرارة 160 زي نص ساعة. ما تبصيش عليها قبل نص ساعة وتشوفيها، تختبرها الخلة طلعت نضيفة معاكي ماشي. هنبدأ بقى نغزها كده زي ما انتوا شفتم بالخلة، عشان الصوص بتاع الشوكولاتة يشرب فيها. نقطعها بقى، نسيبها تهدى الاول وبعدين نقطعها عشان الصوص برضو بينزل في كل حتة كده. احنا عايزينها نغرقها بصوص الشوكولاتة. طلعنا حتة زي ما انتوا شايفين، وانا بحب اغرقها بصوص الشوكولاتة كده، طعمه جميل. بصوا ارتفاعها عامل ازاي، وطعمها كان تحفة والله، هش خالص.